ازيكم يا احلى متابعين. النهارده الفيديو بتاعنا مختلف جدا لاننا هنجمع بين الدايت والاكل الشعبي اللي كلنا بنحبه. يعني هنعيش يوم كامل بالاكل المصري الاصيل، محشي وكرنب وفراخ مشويه وعيش بلدي وفول وكيكه بيتي، كده كله عشان النفس. والفيديو ده مش مجرد وصفة ولا دايت، ده يوم كامل بالتفصيل بكل وجبة وسعراتها ونصايح مهمة وأسئلة كتير بتدور في دماغنا كلنا. فلو نفسك تاكلي وتحسي بالشبع والراحة من غير ما تحسي بتأنيب الضمير، ركزي معايا في الفيديو ده للنهاية. نيجي بقى لوجبة الفطار، وهي عبارة عن 340 سعر حراري. بنبدأ الصبح على ريحة الفطار المصري اللي بيشبع القلب قبل البطن، وهو عبارة عن ربع رغيف عيش بلدي و2 بيضة مسلوقة و5 معالق فول بلدي بدون زيت، وكوباية شاي بدون سكر أو بسكر دايت. بصوا بقى، الفطار ده مش بيشبع بس، ده كمان فيه بروتين والياف، يعني هتفضلي شبعانه وقت طويل. فاكرين لما كنا زمان بناكل فول من على العربيه الصبح قبل المدرسه او الشغل؟ كان يومنا بيبتدي بطاقه غريبه جدا. بس دلوقتي الفرق اننا بنحسب السعرات، مش عشان نمنع نفسنا، لا، عشان نعرف نعيش بتوازن. ونيجي بقى للغدا، 600 سعر حراري. نخش بقى على الأكلة اللي بتجمع البيت كله، عبارة عن 5 صوابع محشي كرنب متوسطين، صدر فرخة مشوي متوسط، طبق سلطة خضراء. تعالوا نتكلم بصراحة، من يقدر يقاوم ريحة المحشي لما بيستوي؟ بس المفاجأة ان المحشي لو معمول بطريقة صح ومش مليان زيت ينفع جدا في الدايت. والفراخ المشوية دي كنز بروتين بيساعد الجسم يحرق اكتر. طيب، في ناس كتير بتسألني هو المحشي ينفع في الدايت؟ مش كله رز. بقول لهم ايوه ينفع جدا طالما الكمية محسوبة. وصدقوني يا جماعة، المحشي مش اللي بيتخن، اللي بيتخن هو لما ناكل منه الحلة كلها. ونيجي بقى للسناك اللي بناخده ساعة العصر، 180 سعر حراري، وده الوقت اللي بيجيلنا فيه نفسنا في حاجة حلوة، يعني زي قطعة كيكة بيتي صغيرة قد كف الإيد من غير الصوابع 50 جرام، وكوباية شاي بحليب بدون سكر أو بسكر دايت. طب يا ترى الكيكة دي هتبوظ الدايت؟ بصوا، السر كله في الكمية. اللي بيبوظ الدايت اننا ناكل الحاجة من غير ما نحسب. لكن لما تبقي عارفة ان الكيكة دي جزء من يومك وضمن ال 1300 سعر، فما فيش اي مشكلة، بالعكس ده بيخليكي تستمري اكتر لانك مش حاسة بحرمان. نيجي بقى للعشاء اللي هو 180 سعر حراري وقت الراحة قبل النوم، عبارة عن علبة زبادي لايت وتفاحة صغيرة. بصوا بقى، في شوية حاجات بسيطة ممكن تفرق معاكم جدا. اول حاجة، اشربي مية على مدار اليوم قبل الاكل بنص ساعة علشان تساعدي جسمك يحرق. ما تاكليش وانتي متضايقة لان الاكل مش حل للمشاعر. خلي اخر لقمة دايما هي اللي بتوقفك مش اللي تشبعك على الاخر. كلي ببطء واستمتعي بكل طعم. لو في يوم لخبطتي ما تزعليش، المهم ترجعي تاني. نيجي بقى لفقرة الأسئلة اللي بتدور في دماغنا. ليه بحس إني جعانة حتى وأنا عاملة دايت؟ هو العيش البلدي أحسن ولا التوست؟ لو مشيت بعد الأكل فعلا ده بيساعد في الحرق؟ أوقات بحس بالذنب لو كلت حاجة حلوة، أتعامل إزاي؟ اسمعيني كويس، الدايت مش عقاب ولا اختبار صبر. الدايت الحقيقي هو انك تفهمي جسمك وتحبيه، تحبي اكلك وتستمتعي وتوازني، تحسبي السعرات مش علشان تمنعي لكن علشان تختاري صح. وبكده يا جماعة نكون عملنا يوم كامل مصري أصيل فيه كل حاجة نفسنا فيها، وفي نفس الوقت حافظنا على 1300 سعر حراري بس. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، وقولولي في الكومنتات تحب الفيديو الجاي يكون عن ايه. تحب يوم 1500 سعر حراري فيه كشري، ولا يوم مخصوص للحلويات الشعبية؟ وخلي بالك دايما، الأكل مش عدوك، الأكل جزء من حياتك. واستنوا الفيديو الجاي. سلام.